شهد وخالها ليهم يد في الموضوع، وانا مصممه على الموضوع دون، ان شهد وخالها ليهم يد في الموضوع ده. وبعدين مش كفايه بقى؟ لا مش كفايه بجد ولا ايه؟ إيه كميه الكذب والتناحة ايه ده؟ في ايه؟ هي ناقصه امك انت كمان يا ابو شهد ولا ايه؟ يعني ناقصه امك؟ ناقصه تناحتك؟ استغفر الله العظيم يا رب. يا جماعه ابو شهد الاخر طالع بيتكلم في حاجه غريبه. فاطمه الله يرحمها، بعد ما بنته شهد قالت لها تعالي نتمشى شويه وحبيبه ليها، وهي اسهل مشاكل الدنيا معاها، وما فيش مشكله واحده مع دعاء. ما فيش مشكله واحده مع دعاء. البت ما اشتكتش منها ولا اهلها اتكلموا كلمه واحده، حتى مش مصدقين، حتى كلمه واحده مش مصدقين ان دي اللي ممكن تكون اتقتلت. فايه كميه الكذب دي؟ يعني ايه؟ يعني بنتك خدتها وتمشي بيها، خلصنا من القصه الحمضانه دي. بعد كده تقول ايه انت؟ ناقصه امك بصراحه. فاطمه قالت لها ايه الريحه الوحشه دي؟ انت ما بتنضفيش البيت ليه؟ عيالك ريحتهم وحشه. لا هي بنتك مصحياها من النوم عشان تعدل مثلا على دعاء. اما ام فاطمه بتقول البت كانت مرزوعه قاعده بتغسل ماء، شايفاها قاعده. يعني الشهاده الوحيده ام فاطمه قايله دعاء كانت قاعده بتغسل ما قامتش. وكميه الكذب اللي في امك انت كمان. ايه يا جدعان؟ في ايه؟ اصل اقتناع ان دعاء هي اللي قتلت، انا عن نفسي لا مش مقتنعه. يغور اقتناعي، بس انا مصممه ان دعاء مش هي. انا مصممه ان شهد والشمام خطيب فاطمه، الشمام خطيب فاطمه اللي بيضرب المخدرات، ايوه بيضرب مخدرات الواد ده، ان ليه يد في الموضوع. الاتنين ليهم يد في الموضوع. ذهبوا راح فاطمه، فاطمه اللي اتعجنت واتفرمت على كلامهم والشاورم والتليفون في ايديها. يا سلام يا سلام. ده واحد لما يجي يخد حد وماسك حاجه في ايده، اول حاجه اللي في ايده بتقع. انتوا شويه بهايم، فعلا شويه بهايم. ما بتحترموش عقول الناس ليه؟ سواء انت ولا بنتك ولا اي داهيه. هنا كلمه وهنا كلمه وهنا كلمه، وربنا بيوقعكم في شر اعمالكم. ما تقلقش، ما تقلقش. بنتك اللي سابت خطيبها عشان خاطر خالها برضه، خطيبها سابها برضه من حبها في خالها. اصلك الخال والد، طب ما الاب بيبقى والد والاخ اخ، ولا هي ايه؟ انتوا بتوصلوا البني ادم لافكار وحاجات تحرق الدم اكتر وتستفزه اكتر. يعني تحرق الدم اكتر وتستفزه اكتر. انا برضو مصممة اني شهد لو ليها يد في القضية. يعني انا عايزة اسأل سؤال. انا سمعت عن اللي قتلت عشان خاطر حبيبها واللي قتلت عشان خاطر جوزها. ما شفتش حد قتل عشان خاطر شقة، ما شفتش دي. اخوه شكله على الله حكايته، معهوش
يعني لو كانوا فتشوه ما كان معهوش 200 جنيه صحيح، مع ان هو يوضب شقة كبيرة ما تدبش فيها اي حاجة على الطوب الاحمر. يا اللي انت عايز تبني لها فيلا، واسلوب كلامك وانت بتتكلم على اخوك ومرات اخوك المحبة مقطعة بعضها قوي. ما شفتش ليك ان انت اصلا بتعز اخوك او مراعي اللي اخوك فيه. انا ما بقولش الا حسبي الله ونعم الوكيل. وثانيا بتكلم جد بامانه، الله يرحم فاطمه بجد. إيه، ويسامح اهلها ان هم سمحوا على كرامتهم، ان هم يروحوا يقعدوا عند الناس دي. يعني مش باتوا مثلا اللي هو في رمضان بس، لا ده راحوا قعدوا 15 يوم. وعلى كلام البرنسيس شهد ان هم كانوا شغالين عندهم في الارض. يعني منين فرانين، منين شغالين في مخبز، ومنين هي بتقول شغالين في الارض عندنا في ايه؟ في ايه بجد؟ هو الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى بيسلط انفسكم على نفسيكم، بيسلط انفسكم على نفسيكم. فانتوا ان شاء الله تقعوا في شر اعمالكم. يقول لك الحجر الداير يبض عن لط. انا برضو مصممه ان مش دعاء، مش دعاء. شوف انا قلتها كم مره، مش دعاء. وفاطمه ما ماتتش فوق. فاطمه ماتت تحت واتشالت واتحطت فوق، لان ما قامتش عركه ولا قامت خناقه. ده بلد فلاحين. يعني الصحيان من النجمه، يعني الصوت زي ما كده علوا صوتهم، وبطه ماتت بطه ماتت والكل اتلم. كانت بطه وهي بتتضرب مستسلمه. في ايه؟ انا مش عارفه. انت يالا، والله العظيم انا قلتها قبل كده، انا مش مرتاحه لك. والله ما مرتاحه لك. مش عشان شكلك، مش عشان شكلك، ده الخلقه دي بتبقى بتاعت ربنا، بتبقى بتاعت ربنا والقبول بتاع ربنا. بس انا شخصيا ما قبلتكش، وهو باين على وشك عيل مش كويس، نضرب مخدرات. هو وشك كله اصلا كلك كده مش عاجبني. فانا مش عارفه الناس دي. بقول لك حاسب، حاسب قبل ما تناسب. فما اعرفش.